لكل محبين الكلير جبت لكم أسهل طريقة. في قدر على النار حنضيف الموية عليها الزبدة، وحنضيف السكر والفانيليا ونقلبهم مع بعض إلى ما تسيح الزبدة، وبعدها حنضيف الدقيق شوية شوية ونقلبهم مع بعض إلى ما تصبح عجينة متماسكة. ننقلها للعجانة ونبدأ نضيف عليها البيض بالتدريج حبة ورا حبة ونخلط إلى ما تصبح معانا عجينة متماسكة بس ما هي سائلة. نتركهم على جنب ونبدأ نجهز الكريم باتسير، صفار بيض عليه السكر والفانيليا، نقلبهم مع بعض، نضيف عليهم النشا ونقلب. نكون مسخنين حليب، نضيف عليهم بس ملعقتين عشان لا يستوي البيض، ونرجعها لقدر الحليب تاني، نقلب إلى ما يثقل القوام، وآخر إضافة حتكون الزبدة. حننقل كلير لصحن تاني عشان تبرد ونغطيها بالبلاستيك، ونبدأ نشكل كلير بنفس الطريقة اللي شايفينها. نبلبل إصبعنا بشوية موية ونظبط الأبواز، وبعدها حنرشها بسكر باودر وندخلها الفرن كده. بعد ما خرجت نتركها تبرد تماما. أنا حبيت أقصها بالنص، النص اللي فوق زينته بالشوكولات وسبتها تبرد، والنص اللي من تحت حشيته بالكريم باتسير. رجعت الطبقة الأولى على الطبقة الثانية وزينتها بالشوكولاتة البيضة والفراولة. كده صارت جاهزة، إن شاء الله تعجبكم وبألف عافية.